القاروص مشوي زيت وليمون على شبكه داخل الفرن فوق الشوايه. حدله كده سر من الاسرار هخليه ياخد ريحه الفحم، وغير ان الصوص هيطعم معانا السمك ويديله شكل جميل جدا. والاسرار في التسويه والصوص والتنظيف والخلطه والتتبيله وكل ده هنقول عليه دلوقتي. 6 اسرار هخلي لكم السمك بتاعكم يطلع بالجمال ده كده. قرب شايف؟ الله يا سلام على الجمال. والسر الاول هو في التنظيف. هنقشر جنب ونسيب جنب، وهنعمل السمك بتاعنا مفتوح او مقفول هيكون شغال. ولكن النهارده هنفتح بطن القاروص الجميل ده كده. سمكتين قاروص طازه وزنهم عامل كيلو ونص تقريبا. بعد ما نعملهم هنشوف الجمال كله. والطريقه دي تمشي مع البوري والدنيس والبلطي والماكريل والقاروص طبعا. وكل الاسماك ديت في الطريقه ديت كده هتبقى ممتازه. هنشم ريحه الفحم وهنشوف الشكل الجميل والطعم الممتاز. يعني الحكايه بتاعتنا حلوه النهارده. عايزين نبداها بذكر الله والصلاه على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. معانا برضو الموسى شكلها حلو وهي بتتنضف. بعد ما ننضف القاروص بتاعنا ونفتح البطن كده كلها، نكحتها بالسكينة عشان برضو عملية النظافة تبقى سهلة بالفرشة. وبعد الغسيل تحت الحنفية كويس كده ننضف السلسلة بشكل كامل. يبقى السر الأول في التنظيف يا جماعة، احفظوا الكلام ده. هنقشر جنب، والجنب اللي تحت كده أو الأسفل هنسيبه فيه القشور عشان هنكمل عملية التسوية على طريقة الفحم بالظبط. نروح برضو من الأسرار الحلوة إن احنا نشرح بالطريقة دي كده بالعرض، تشريحة والتانية والتالتة. وهناخد كده من عند الديل واحدة بالطول. شايفين السر اهو؟ سر التشريح برضو مهم جدا في عملية التسوية. نروح بقى للسر التاني وهي التتبيلة. لازم نتبل السمك الأول قبل ما نحط الخلطة. التتبيلة فيها توم رقم 1، ملح، شطة، كمون، ليمون، سنة كركم مثلا مصفرة اللون أو معلقة مستردة، وشوية زيت. حطيت التتبيلة، هنقطع الخلطة بصل وفلفل وطماطم وشوية خضرة شبت وبقدونس وكزبرة. موجود كرفس حط، بشر جزر شغال. ونروح برضو للأسرار المهمة إن احنا نرش على السمك بتاعنا زيت قبل ما ندخله الفرن. وأسرار التسوية مهمة جدا. تحت كده في صاج النار تكون من فوق عالية اهو، نهديها شوية ونهدي النار اللي تحت خالص عشان السمك بتاعنا هيغيب في السوى. فلازم النار ما تكونش عالية جامد، تبقى متوسطة لما ياخد اللون ده كده. شايفين التشريح اهو؟ بعد كده هعمل ايه؟ الله يا سلام على الجمال والشكل الذهبي فوق ظهر الشواية كده. وانزل سمكنا ونسيبه. وملاحظة للناس اللي شغالة في المطاعم، احيانا بنلاقي فيه جنب النار عالية. بص على الجمال. تعال خد النظرة ديت معايا كده وحط لنا لايك جميل. شاركونا الفيديو ده للغير. منتظر رأيكم في التعليقات ضروري. بص على الجمال. يلا على الشواية هنلاقي جنب النار عالية والجنب التاني النار هادية. هنعمل ايه؟ تعال بص، اللي في النص ده ناره عالية جدا. نقدر ننقله برضه على الاولاني لو النار تكون هادية. المهم نظبط عملية التسوية. برضو من ضمن الاسرار اللي هتشوفوها ده جمبري بتر فلاي اهو. بص انا بعمل ايه؟ على الهادي ماشي، على النار الحامية شغال. المهم السمك بتاعنا ما يتحرقش من تحت. سر الفحم بقى ان احنا بنديله شوية زيت فوق ظهر الشواية. الزيت ده بقى هيخليه يدخن بالشكل ده. بص اهو بالشكل ده كده. هنا برضو سر مهم اللي هو ايه؟ الدخانة ديت هي اللي هتخلي السمك ياخد ريحة الفحم. يبقى انا قشرت السمك من فوق عشان ياخد الشكل الجميل ده كده، ولكن من تحت ما قشرتهوش ولا شرحته عشان هكمل سواه على شبكة وما يلزقش مني القشر يحمي السمك. نروح برضو للسر اللي بعد كده. سمك كبير هنسيفه ونسنده كده بالسنادة. شايفين اللون اهو؟ بص تعالى، لما تلاقي اللون ده كده يبقى الجنب ده استوى. بعد كده هنروح عدوا معايا الاسرار. انا ما عديتش ولكن اهو ده الصوص. فلفل الوان مع توم ناعم، شوية مية، ملح، كمون، سنة شطة بسيطة، وعصرت ليمون زيادة، وحطيت شوية زيت. سهل الصوص. توم، فلفل الوان. شايفين استوى ازاي اهو؟ سلسلة بيضة، كل حاجة زي الفل. توم وفلفل الوان وليمون ومية وملح
وكمون وشويه شطه، طبعا الليمون زياده، ونحط زيت زيتون او اي زيت عادي. هو ده الصوص. هنسقي السمك بتاعنا ملح وبهارات على الطبق عشان برضه نتبل الجنب اللي تحت. شايفين الجنب اللي تحت ممتاز. نقدر نقلب السمكية ونقشرها برضه، هتتقشر وتبقى زي العسل. بالله عليكم لو عجبنا الفيديو شاركوه للغير، احفظوه عندكم عشان لما نجيب سمك هترجعوا للطريقة ديت، وان شاء الله هتستفادوا كتير قوي قوي. بص على الجمال والخلطة، الله 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 على الجمال والروعة. احلى اكلة ممتازة جدا القاروص، سواء كان محشي او مقفول. قولوا لي بقى رأيكم في التعليقات، افضل القاروص مقفول ولا محشي بالشكل ده ولا ردة؟ منتظر رأيكم في التعليقات، واللايك والشير بالله عليكم ما تنسوا، ونشوفكم على خير. سلام عليكم.